السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلاب جريد 4 عاملين ايه؟ احنا يا ولاد هناخد مع بعض اخر بارت في الليسون بتاعنا. هنكمل كلامنا عن السنسز، عن الاحساس. هناخد معانا نوع من الانيمالز، هيكون هو اللي هنتكلم فيه عن الليسون بتاعنا النهارده. اسمه ايه؟ Egyptian Gerbil، اللي هو في الصورة قدامنا كده. ماشي، هنشوف الإيجيبشن جيربو ده ازاي الستراكشر ادابتيشن اللي هو ربنا خلقه بيه، والنيرف سيستم بتاعه، الجهاز العصبي بتاعه work together، ازاي بيعملوا مع بعض. ليه؟ to help ايه جيربو survive، عشان يساعدوه ان هو يقدر يكمل ويعيش في الانفايرمنت بتاعته. تمام. تعالوا كده نشوف الإيجيبشن جيربو is a desert rodent. is a desert ايه rodent، يعني قوارض صحراوية، يعني عامل زي الفار كده. تمام. rodent يعني قوارض. ماشي يا ولاد، يعني هو من القوارض الصحراوية. تمام. it searches for food at night، هو لما بيدور على الطعام بتاعه يا ولاد بيبقى امتى؟ at night. يبقى هو من الانيمالز اللي قلنا ان هي بتبقى active at night عشان يقدر يدور على الفود بتاعه. مين من ضمن الانيمالز دي؟ الايه؟ الجيربو. برافو عليكم. تمام. تعالوا كده نشوف ايه الادابتيشن اللي عنده عشان ربنا خلقه له عشان يقدر يسرفايف مع الانفايرمنت اللي هو عايش فيها. جيربو has a large and sensitive ears، عنده ودانه ماشي كبيرة زي ما احنا شايفين في الصورة كده قدامنا، و sensitive ears يعني ودانه حساسة جدا. ليه؟ so it can detect even a quiet snake، يعني لما يكون بيتحرك جنبه تعبان بيمشي بالراحة قوي بيتسحب كده، هو يقدر يسمعه. يعني هو ربنا خلقه ودانه حساسة جدا لدرجة ان لو في تعبان ماشي بالراحة كده بالراحة خالص، هو يقدر ان هو ودانه تقدر تلقط الصوت بتاعه ويسمعه. طيب تفتكروا ده انهي نوع من انواع الادابتيشن يا ولاد؟ برافو عليكم، ده ايه؟ structural adaptation. برافو عليكم. ليه؟ عشان احنا قلنا structural adaptation هو حاجة ربنا خلقه في جسمه، مش هو اللي عاملها، مش هو اللي مكتسبها من البيئة اللي حواليه، لا، ربنا خلقها له في جسمه. فده طبعا بيكون نوع انهي نوع من الادابتيشن اللي خدناهم؟ structural adaptation. برافو عليكم. هو عنده كمان ايه؟ الجيربو has long hind legs، رجليه الخلفية بتكون ايه؟ long. ماشي، رجليه اللي من ورا دي طويلة قوي. that enable it to jump and a long distance، ده بيساعده ان هو ايه يقدر ان هو لما يعمل هو بيعتمد في الحركة بتاعته على الجامب، على القفز، النط. ماشي، فلما يعمل جامب، لما يجي يقفز، رجليه الطويلة دي بتساعده ان هو ايه يتحرك مسافات اطول. فاهمين ازاي؟ يعني لما عشان رجله طويلة فهو يقدر ينط المسافة ابعد غير لما تكون رجله قصيرة. تمام. يبقى ربنا خالق له ايه؟ long hind legs. مالها؟ ليه؟ enable to jump a long distance. ده بأنهي نوع برضو من adaptation يا ولاد؟ برافو عليكم، ده structural adaptation. ليه؟ عشان ده طبعا موجود في الايه structure بتاعه، في تركيبه ربنا خلقه بيه. تمام. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه كمان. الجيربو fit and tooth، اللي رجليه القدم بتاعته صابع الرجل have ايه؟ عنده ايه؟ عنده هير، عنده شعر فين؟ في صابع رجله. ماشي، والقدم بتاعت رجله. ليه؟ to help it يعمل ايه؟ grab، يعني يعمل catch. ماشي، sand، ان هو يقدر يمسك الايه الرملة. when it ايه hops and jump، لما يجي ينط ويقفز كده، الشعر اللي في رجله ده بيساعده ان هو يبقى شايل شوية رمل في ايه في ما بين في رجليه وهو بيتنطط. الرمل دوا بيساعده ان هو ما يبقاش بيقلل من صدماته، ان هو لما هو احنا قلنا هو بينط جامد لمسافات كبيرة عشان رجله ربنا خلق له رجله دي قلنا كبيرة عشان يقدر ينط بيها. فلما يجي ينط وهو بينط كده، فلما يجي ينزل على الأرض ما يتخبطش في الأرض، ما يصطدمش بالأرض. فربنا خالق له الشعر ده يخفف من الصدمات بتاعته. تمام. وكمان يعمل له ايه حركة توازن، يخلي حركته متوازنة وهو بينط، ما يغرس في الرملة بتاعة الصحراء، يعني ما رجله ما تدخلش جوه في الرملة قوي، فيقدر يبقى عنده حركة ايه مرنة وسهلة. فاهمين معايا ازاي؟ يعني الهير اللي في رجله ده عشان يقلل الصدمات بتاعة رجله مع الأرض، ان هو وهو بينط ما يتخبطش زي ما انت لما بتنط كده
بتخبط على الأرض لمّا تنُط على السجادة غير لمّا تنُط على الأرض كده على السيراميك بتبقى إيه، رجليك مش بتوجعك أوي لمّا تكون في حاجة ما بينك وبين الأرض. فهو ربنا خالق له الشعر ده عند رجله وعلى صوابع رجله عشان يقلل الصدمات لمّا ييجي ينُط ما يخبطش في الأرض جامد، وكمان عشان إن هو إيه، يبقى في توازن ما يبقاش يحس إن هو ينزل في الرملة، فيبقى في إيه، في مرونة في النَط بتاعه والحركة بتاعته، تمام؟ وطبعًا ده إحنا قُلنا ده طالما هو حاجة في جسمه وربنا خالقه بيها ده structural adaptation تمام؟ هو بيعمل إيه؟ it hops يعني هو القفزات بتاعته in zigzag pattern يعني إن هو بينط بشكل زجزاج يا ولاد بشكل متعرج كده مش على طول مش شكل مستقيم لأ بينط بشكل زجزاج ليه؟ so it can يعمل إيه escape quickly يهرب بسرعة for إيه from إيه danger أول ما يكون في خطر قريب منه هو يقدر يمشي بشكل زجزاج ماشي، إن هو يقدر إيه، يجري من الخطر بإيه، بشكل زجزاج، ربنا خالق له كده أهو، ماشي، يعني هو بيعرف ربنا يعني هو بيعرف يجري من الخطر اللي معرّض ليه، إن هو يمشي في شكل إيه، زجزاج، طبعًا ده بيكون إيه behavioral adaptation دوّة من حكاية إن هو يمشي في شكل زجزاج كده، دي حاجة هو إيه، هو اتعلمها من البيئة، اكتسبها من البيئة اللي حواليه. تمام، هو قدر يتكيّف مع البيئة اللي حواليه إن هو يمشي بالشكل دوّة، بشكل زجزاج ده عشان يقدر إن هو إيه، يهرب بسرعة من الحاجة اللي هتصطاده، فطبعًا طالما هو اتعلّمها اكتسبها من البيئة، فطبعًا ده بيبقى اسمه إيه يا ولاد behavioral adaptation عشان هو مش حاجة في جسمه، لأ دي طريقة هو اتعلّمها في إن هو إيه، يمشي بشكل زجزاج، فدي كده behavioral adaptation تمام؟ تعالوا كده هنشوف مع بعض how do all parts of a gerbil body work together to avoid danger ازاي كل اعضاء الجسم بتاعة الجيربو بتشتغل مع بعض عشان تحميه من الايه تمنع الخطر نفترض ان الخطر ده طبعا هيكون ايه سنيك هيكون تعبان when a snake makes a noise as it comes near a gerbil لما يكون مثلا السنيك كده مقرب من الجيربو بيعمل صوت كده عشان عايز يعمل ايه to hunt it عشان عايز يصطاده عندنا السنسوري receptors in the gerbil ears نقف كده مع بعض فاكرين لما احنا قلنا ان السنسوري organs اللي ربنا خلقها لينا سواء مناخيرنا بقنا لساننا كل sensory organs اللي قلنا عليهم في السيشن اللي فات بيبقى فيهم ايه sensory receptors برافو عليكم فيهم مستقبلات حسية ربنا خلقهم الأعضاء دول بس بنحس بيهم مش معنى دول من بقية جسمنا ليه مش بنحس في أي حاجة تانية في جسمنا أي عضو تاني مش معنى الخمسة دول بس اللي بنحس بيهم عشان ربنا خالق فيهم حاجة اسمها ايه sensory receptors اسمها ايه sensory receptors مستقبلات حسية تمام دي بتعمل ايه في الايرز بتاعت الجيربو send a message بتبعت رسالة through a network of nerves to the brain ان هي بتبعت رسالة من خلال شبكة عصبية ماشي لمين للمخ يبقى هو الجيربو في ودانه عنده sensory receptors عنده مستقبلات حسية بتعمل بتبعت رسايل لمين لمجموعة من الأعصاب عشان تروح لمين تروح للبرين تنبه البرين تنبه المخ تمام جيربو برين ترانسليت مخ الجيربو ترانسليت بيترجم this message and يعمل يعمل لها تحذير its leg to move عشان يخلي رجلها اجري اتحركي بسرعة ده في خطر تمام يعني بيخلي بتبقى هي كلها عبارة عن حد بينده على حد فاهمين ازاي يعني السنسور ريسبتورز دي بتنبه الحق ده في خطر جاي فكل يروح الاعصاب تدي للمخ الحق ده في خطر جاي فالمخ يروح يعمل المخ يدي رسالة لرجليه عشان رجله ابدأ اتحرك اجري بسرعة واتحرك فهمت ازاي هنا بعد كده الجيربو سترونج هو بيعمل هوبينج ليجز احنا
رجليه عندها إن هي بتقفز رجليه قوية وبتنط بسرعة، فتبدأ تعمل إيه start to jump away، إن هي تبدأ أول ما خلاص المخ اداها رسالة إن في خطر تتحركي يا رجلين، فتروح الرجلين تنط بسرعة أوي، ماشي، start to jump away تنط وتجري، ماشي، from the mean the danger، وإحنا قلنا الdanger هنا هيكون مين السنيك in إيه zigzag paths، بشكل إيه زجزاج. تمام؟ فهمت الفكرة؟ يعني إحنا بتبقى ودنه بتبقى فيها إحنا قلنا sensory receptors اللي هي المستقبلات الحسية دي موجودة في الودن، وعن طريق شبكة من الأعصاب بتكون بتوصل شبكة الأعصاب دي بتوصل رسالة للمخ، يقوم المخ يبعت لمين؟ يبعت للرجل بسرعة اتحركي، قومي بسرعة نطي يا رجل واتحركي عشان تتحركي بعيد عن الخطر، يقوم الرجل بتاعة الجربو تروح تقفز بسرعة، ماشي، وتتحرك بشكل زجزاج عشان تبعد عن الخطر اللي بيهددها اللي هو إحنا قلنا اللي هو السنيك. تمام؟ الجربو sharp sense of hearing، ماشي، حاسة السمع العالية اللي عند الجربو and its strong legs، ورجليه اللي قلنا ان هي قوية جدا for jump، ربنا خلقها له قوية ليه؟ عشان يعمل jumping. مالهم حاسة السمع العالية قوي دي عنده ورجليه القوية قوي دي في النط، مالها work together، بيعملوا مع بعض with its nerve system، بيعملوا مع بعض ومعاهم النيرف سيستم، ماشي، to help it survive، عشان يساعدوه ان هو يقدر يستمر ويكمل في البيئة اللي حواليه. تمام؟ يبقى احنا عندنا السنس بتاعت مين الهيرنج، احنا قلنا ان هو عنده sharp sense of hearing، حاسة السمع عنده عالية جدا. تمام؟ واحنا قلنا عشان عنده ريسبتورز فيها. تمام؟ وعنده strong legs، عنده رجل قوية جدا ليه for jump، عشان يعمل jumping، عشان يقدر ينط ويقفز بيبعد عن الدنجر. هما الاتنين بيشتغلوا مع مين؟ مع النيرف سيستم، برافو عليكم، مع الجهاز العصبي to help it survive، عشان يساعدوه انه يقدر يكمل ويستمر في البيئة اللي حواليه. تمام؟ التايم، ماشي، التايم taken by جيربو to react to danger، الوقت اللي بياخده، ماشي، التايم taken by جيربو، الوقت اللي بياخده الجيربو to react عشان يتفاعل مع الدنجر، مع الخطر اللي حواليه ده، بنسميه reaction time، بنسميه reaction time. تعالوا نشوف ايه definition بتاع reaction time، ايه هو وقت التفاعل ده. it is the time taken by the body، هو الوقت اللي بياخده الجسم بتاع مين؟ بتاع living organism، هو الوقت اللي بياخده جسم living organism to respond عشان يستجيب، respond يعني يستجيب، and react to ويتفاعل مع مين؟ different information from the environment، عشان يتفاعل بقى مع المؤثرات اللي جاية من البيئة اللي حواليه، زي مين؟ زي الدنجر لو في خطر، فهو الوقت اللي بياخده الجسم بتاعه عبال ما يحس ان في خطر ويبدأ هو يتعامل ويرد بقى على الخطر ده ان هو يبعد او كده، ده بنسميه ايه يا ولاد؟ الوقت ده بنسميه reaction time، اسمه reaction time. طب تعالوا كده بيقول how does the gerbil respond to danger compared to human، يعني ازاي الاستجابة بتاعة الجيربو بتحصل للخطر بتكون مقارنة بالهيومن. لو عملنا مقارنة ما بين الإنسان لما بيكون في خطر حواليه بيتصرف ازاي، والجيربو بيتصرف ازاي، ماشي. بيقولي both human and جيربو كل منهم avoid danger by ان هو بيعمل عن طريق الريسبتورز، بيمنع الخطر عن طريق مين؟ السنسوري ريسبتورز، عن طريق المستقبلات الحسية اللي موجودة عنده، سواء كان الهيومن او او الجيربو. ومين تاني؟ والنيرفز، برافو عليكم، الأعصاب، ومين؟ والبرين، مالهم to sense and communicate messages، بيعملوا رسائل تواصل مع بعض. ازاي؟ both human and gerbil move quickly away from danger، يعني كل من الإنسان والجيربو move quickly away يعني بيتحركوا بسرعة بعيد عن danger، بعيد عن الخطر
for إيه their إيه safety عشان يروح يشوف يعني بيبعد عشان الأمان بتاعه في إن هو يجري بسرعة يتحرك بسرعة بعيد عن الإيه عن الخطر. تعالوا كده نشوف إزاي رد فعل كل من الجيربو والإيه والhuman لما يكون في خطر كل واحد فيهم بيتصرف إزاي. تمام. الجيربو hops in zigzag pattern. احنا قلنا الجيربو أول ما يحس بخطر يروح يعمل إيه يعمل hops يعمل قفزات كده بشكل زجزاج. ماشي. so it إيه can escape quickly from مين إن هو يعمل escape quickly from مين من الدانجر يعمل escape quickly يجري يهرب بسرعة من الإيه من الخطر عشان رجليه القوية اللي من ورا دي قلنا ربنا خلقها له عشان يجري بيها بسرعة بشكل زجزاج يبعد بيها عن الخطر. طيب لو الهيومن بقى احنا هنا في الرسمة عندنا ايه رسمة عارفين ان الرسمة دي رسمة ايه الصبار صح؟ احنا في الصبار يا ولاد بيكون في أشواك فيه فبيقول لي ايه ان الهيومن ده بيعمل ايه الإنسان بيعمل move quickly his hand away بيبعد ايديه بسرعة عن الصبار when ايه touch the spines بتاعته يعني أول ما يلمس الايه الأشواك بتاعته. تمام أول ما بيلمس الأشواك بتاعته يبقى الهيومن moves ايه quickly his hand away when it touches the spines أول ما يلمس الأشواك بتاعة مين of the ايه cactus plants اللي هو نبات الصبار. أول ما الإنسان بيلمس نبات الصبار على طول بيعمل ايه على طول انت لو في زرعة صبار قدامك أول ما تحس إن في شوك فيها بتعمل ايه ايدك على طول بتبعد ايدك كده صح أي حاجة فيها شوك بتروح على طول إيدك بتبعد إيدك لو مثلًا في خشبة وإيدك فيها شوك وهي إيدك جات جنبها وهي مشوكة الخشبة دي، أنت بتروح باعد إيدك على طول، فده هو الاستجابة ما بين إيه، الفرق الاستجابة ما بين مين الhuman وما بين مين الجيربو، يبقى إحنا عندنا الجيربو بيعمل إيه يا ولاد؟ برافو عليكم إن هو بيعمل إيه، ينط بسرعة hops in zigzag pattern. الجيربو بيعمل قفزات ويجري بسرعة ينط جامب ايه زجزاج باترن بشكل ايه بشكل متحرك بشكل زجزاج كده عشان يهرب من الدانجر. اما الهيومن بيعمل ايه بيروح يحرك ايه يبعد بقى يعني يبعد ايده عن الخطر ان هو زي رسمة الصبار كده قدامنا يروح ايه يبعد عنها يبعد ايده بسرعة فبتبعد ايده عنيها. تمام. وبكده يا ولاد ان شاء الله نكون خلصنا السيشن بتاعتنا زي ما اتفقنا نحفظ الكلمات الجديدة علينا في الليسون كويس ونطبق الأسئلة نحل exercise كتير عليه وإن شاء الله الدرس هو درس سهل وبسيط معاك بإذن الله وإن شاء الله يتحل معاه الأسئلة بسهولة ويسر بإذن الله. يلا نقول مع بعض الدعاء اللي اتفقنا عليه اللهم إني استودعك ما حفظت وما قرأت وما فهمت اللهم رده إلي عند حاجتي إليه. إن شاء الله مش هتنساه خالص وهيثبت في دماغك على طول بإذن الله. أشوفكم على خير إن شاء الله السيشن الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.